الظروف دي هي ان والدهم كان بيتعاطى المخدرات وكانت حياته بائسة وكان دايما بيضرب عياله. واحد الظروف خلته يبقى مجرم، والتاني الظروف خلته يبقى ناجح. اللي خلاهم هما الاتنين زي كده واحد اترمى في السجن وبعد 11 شهر قعد يفكر ويقول ما هي الظروف اللي عملت فيا كده. ونفس الواحد ده ليه أخ عايش حياة سعيدة ومدير لأحد الفروع الشركات التجارية الكبيرة وعنده 3 أولاد وعايش برضه نفس الحياة السعيدة، حياته سعيدة. لما اتسأل الاتنين نفس السؤال ايه اللي خلاك تعمل كده، واحد قال الظروف والتاني قال الظروف اللي اتربى فيهم هما الاتنين. الظروف دي هي ان والدهم كان بيتعاطى المخدرات وكانت حياته بائسة وكان دايما بيضرب عياله. واحد الظروف خلته يبقى مجرم، والتاني الظروف خلته يبقى ناجح. اللي خلاهم هما الاتنين زي كده طريقة تفكيرهم. واحد طريقة تفكيره خلته انه يبقى مجرم، واحد طريقة تفكيره خلت الظروف تساعده وتخليه يبقى حاجة كويسة جدا. التعميم اللي هو دايما بنبنيه على ثقافتنا اللي حصلت لنا قبل كده من خبراتنا السابقة. حاجات حصلت لنا قبل كده وبناء عليها حطينا لها فلسفة. الفلسفة دي هي اللي خلتنا نعيش الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، هي اللي احنا فضلنا عايشين سنين وسنين بنبني عليها مبادئنا وبنبني عليها شغلنا وتفكيرنا وأحلامنا. نفس التفكير ده حصل لطيارين أمريكيين نطوا من الطيارات بتاعتهم واتاخدوا كأسرى في سجن فيتنام الرهيب هاولو. الاتنين اتعرضوا لنفس التعذيب واتعرضوا لفترات رهيبة في السجن، لدرجة ان هم كانوا بياكلوا الاكل المعفن ليل الصبح ومساء، وكانوا دايما الاصفاد ما بتتفكش من عليهم غير ربع ساعة بس في اليوم. ورغم التعذيب الشديد اللي حصل للاتنين دول، واحد اقدم على الانتحار عشان يعيش حياة، عشان يتخلص من الامه دي، وواحد تاني فضل مستمر لحد لما خرج من السجن ده وحكى تجربته استفادها من الموضوع ده. وقال ان الانسان هو يتكيف على الظروف اللي هو فيها وقادر ان هو يتغلب عليها بثقته في الله وبإيمانه بالله وبثقته في نفسه، وانه لما يتغلب على الحاجات دي كلها بيكتسب ثقة كبيرة قوي في نفسه بتدفعه قدام دفع انه ينجح في الحياة. طريقة تفكيرهم دي واحد خلته ينتحر والتاني خلته ان هو يتقدم في حياته ويعيش سعيد. طيب دلوقتي زي ما قلنا التعميم، الخبرات السابقة اللي انت حصلت اللي انت اكتسبتها دي وطريقة تفكيرك بيها هي اللي بتخليك تتفاعل مع الظروف المحيطة وتحط نفسك في دايرة انت اللي بتحط نفسك فيها من اختيارك انت، مش من اختيار حد تاني. برضو عجوز 2 ستات كبار في السن وصلوا 70 من عمرهم. واحدة قررت ان هي تعيش حياتها الباقية بان هي تقعد في البيت وتاكل وتشرب وبس. واحدة قررت ان هي تنطلق في الحياة وتتسلق قمم الجبال، تلعب رياضة تسلق قمم الجبال. فضلت تشترك في الماراثونات الناس الكبيرة في السن وتطلع الجبال، ومرة على مرة وتمر السنين وهي بتتدرب وبتطلع وبتحاول لحد لما بعد 25 سنة من المحاولات دي في عمر ال 95 خدت جايزة الكبيرة ان هي تطلع تتسلق اكبر جبل في اليابان، الا وهو جبل فوجي، اكبر قمة جبل في اليابان. تخيل انت قرارك في الحياة هو اللي بيوجهك. واحدة منهم قررت ان هي تقعد في البيت وتقول انا مش عايز اعمل ومش عايز اسوي، وطبعا قلة الحركة بتسبب ان هي علاقاتها بتتقطع، بتبقى عايزة عناية اكبر. واحدة تانية قالت لا انا هستمر، علاقاتها توسعت وعرفت ناس جديدة واتحركت من مكانها. طريقة تفكير كل واحد في الحياة هي اللي بتبني مستقبله. واحد بيفكر ان هو يطلع الجبل وواحد بيفكر يفضل في القاع، فالقاع مزدحم، القاع مزدحم. فيا سلام لما تبقى في القمة قليل قوي اللي يبقى في القمة. قناعتنا معناتها صممت ان هي تخلينا نواجه الألم والمتعة في الحياة. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما بتواجه ألم ما نتيجة مشكلة او نتيجة مصيبة حصلت لك لا قدر الله، او نتيجة حاجة حصلت لك فجأة، انت بتسأل نفسك اوتوماتيك سؤالين: يا ترى اتجنب الحاجة دي ازاي؟ اتجنب ألمها ازاي؟ اتجنب مآسيها ازاي؟ دي اول حاجة. الحاجة التانية: ايه اسرع حاجة اقدر اعملها دلوقتي بحيث ان انا اتجنب الكلام ده؟ لان الانسان بيحاول على قدر الامكان ان هو يبقى متجنب الالم اكتر من انه يتمتع بالحاجه دي. فمجرد ما تجنب الالم بيروح للمتعه. فالقناعه بتاعتك رد فعلك الاوتوماتيكي ده بيتوقف على زي ما قلنا على التعميم. يعني ايه التعميم؟ يعني
طريقه رد فعلك السريعه في الوقت ده، واللي هي مبنيه على الحاجه اللاواعيه اللي اتولدت في ثقافتك القديمه، واللي بتخليك تتصرف بشكل تلقائي نتيجه طبعا ثقافتك، نتيجه العادات والتقاليد، نتيجه الخبرات السابقه ليك. يعني زي البياعين، انت واخد فكره عن البياع ما يهموش شكلك في الاول ولا في الاخر، لكن يهمه الفلوس اللي في جيبك. انت بنيت التقدير بتاعك او بنيت خبرتك دي او بنيت التعميم بتاعك ده تمام بناء على خبرتك الكبيره في الحياه. انت مريت بتجارب زي كده وبناء عليه حطيت القانون بتاعك ده. القانون ده هو اللي بيوجهك، هو ده اللي بيخليك تتحرك، هو ده اللي المفروض ان انت لما توصل لمرحله ما تشك في حاجه معينه لازم تراجع القانون ده، لان احيانا ما بيبقاش دقيق. احيانا بتقع في حاجه زمان اتعرضت لها، والحاجه دي خلتك تبني قرار عن الحاجه دي وحشه على قله خبره منك او على قله وعي، او لان الحاجه دي انت ما كنتش قادر او تدرسها او الكلام ده كله. دلوقتي مثلا في الموقف اللي انت اتحطيت فيه ده لازم تعيد ترتيب نفسك من اول وجديد في النقطه دي. تبص الحاجه اللي انا اتاثرت بيها زمان دلوقتي وضعها عامل ازاي. طب انا لما اجي اراجعها واقرا عنها او الكلام ده كله، هل انا الفكره اللي كنت واخدها عنها زمان دلوقتي هي اللي خلتني دلوقتي اخد القرار ده؟ يعني مثلا اما اجي العب رياضه معينه، انا زمان في الرياضه دي اتعورت. طب انا ما سالتش نفسي هو انا ليه مثلا لما جيت العب كوره اتعورت ليه وقتها؟ يمكن قله التمرين، يمكن مثلا انا ما كنتش بتدرب كويس، يمكن انا لعبت في مكان غلط. انت بنيت بناء على الكلام ده في زمان قرار. المفروض ان القرار ده دلوقتي اكيد هيتغير، يحصل له ابديت زي التليفون بيحصل له ابديتس دايما بتحصل باستمرار. انا ما بقولكش تغير مبادئك، ولكن تغير طريقتك في انك تتعامل مع الحاجات دي، تغير القرار اللي انت خدته ساعتها، تعيد لنفسك تدرسه وتقول والله ده انا كان المفروض اعمل كذا بس انا ما عملتش كذا ساعتها، فانا هاخد قرار جديد هيغير لي من حياتي. التعميم ده هيتغير لما تيجي تعيد تدرسه تاني، ممكن ما يتغيرش ممكن يبقى صح. فانا كل اللي بقوله لك ان انت تعيد تفكير في الحاجة اللي قبل كده حصلت لك، جايز تكون غلط وجايز تكون صح زي ما انت. البشر بيتصرفوا بناء على القناعات، تجارب حصلت لهم في الماضي وأثرت عليهم دلوقتي. زي ما قلنا واحد مثلا ابنه توفى، حصلت له حادثة ومات فيها لا قدر الله، فهو بياخد قرار يسبب له اتزان نفسي. هو ما بيعملش القرار ده بناء على حاجة هو مؤمن بيها، لا هو بيعمل كده عشان يحس بالاتزان النفسي ويحس ان الحياة ابتدت ان هي تديله شيء من القوة تخليه يقدر يستمر ويكمل. واحد مثلا عانى من مرض زمان وهو صغير وفضل يعاني منه فترة كبيرة، فقرر ان هو لما يكبر ويلاقي ناس عندهم نفس المرض ان هو ياخد قرار ان هو يساعدهم، وبالتالي هو خد القرار ده عشان يعيد اتزان نفسه. هو عمل الشكل ده بشكل تلقائي مش عشان هو مؤمن بحاجة معينة. القرارات اللي احنا بناخدها دي بتبقى مبنيه على قناعات سابقه زي ما احنا قلنا نتيجه حاجه حصلت لنا، وبناء عليها على فكره بتغير في التفكير ده، بيغير على جسدنا. ازاي بيغير على جسدنا؟ القناعات دي لما الواحد بيقتنع بيها بتغير على جسده. لو واحد مثلا شعر بالحزن الشديد بيبدا جسمه يمرض وابتدي يبقى هزيل. طيب لو حس ان مثلا بفرح شديد بتلاقي ان هو ابتدى جسمه يبقى رياضي او جسمه بقى بياكل بنفس مفتوحه. فتلاقي ان العقاقير تأثيرها في الحالة دي مبقاش كبير على ان هي تعالج حاجة زي دي فينا. فالعلاقة بين العقل والجسد في الحالة دي بيبقى علاقة اكبر من علاقة تأثير العقاقير علينا. فممكن تلاقي مثلا واحد حس بمرض معين ونتيجة ان هو حس بيه واقتنع ان الحاجة دي موجودة عنده، فتلاقي جسمه ابتدى يبقى هزيل وابتدى يحس بأعراض مش موجودة عنده وابتدت تيجي عنده وابتدى جسمه يتأثر. فعلا قناعاتنا دي أثرت علينا نتيجة انك اقتنعت بالحاجة دي، الحاجة دي أثرت عليك فعلا. يعني في امريكا مثلا في ملعب من الملاعب حصل ان لعيبه ابتدوا ان هم يجي لهم مرض او يجي لهم شكل من اشكال مرض معين بسبب ان هم كانوا بيشربوا حاجه من بيبسي. فقرر الدكتور ان هم لما لقاهم بيشتروا من نفس ماكينه البيبسي اللي بيشربوا منها دي جالهم نفس المرض ده. فاعلنوا في الميكروفونات ان هو يا جماعه ما تشتروش من المكنه الفلانيه لان فيها واحد اتنين تلاته اربعه. طبعا ناس كتير اشترت من المكنه دي، ابتدت الناس تحس بالوجع والالم اللي اتعرض بيه اللعيبه. يعني الراجل مجرد ما الدكتور او الراجل اعلن عن المرض ده اللي بيصيب الناس نتيجه ان هم شربوا البيبسي من المكنه دي، ابتدت الناس تتمارض وجت عربيات الاسعاف وقعدت تنقل في الناس واحد ورا التاني. ولكن لما حققوا في الموضوع لقوا ان المكنه ما فيهاش حاجه والبيبسي ما فيهوش حاجه. مجرد ما اعلنوا ان هم ما فيش حاجه الناس ابتدت تتعافى وابتدت تقوم.
فالعلماء لما دوروا في الموضوع ده لقوا ان علاقة كبيرة بين انك تفكر في حاجة وتأذيك، وتفكر في حاجة ما تخليهاش تأذيك طريقة قناعتك وطريقة تفكيرك هي اللي بتأثر عليك وبتأثر على حياتك بشكل عام. فالقناعات بتاعتك لازم تعرف هي متولدة او جاية من ايه، عشان تقدر توجهك قدام وتقدر تتصرف بيها. ما تبقاش كده عاطل واقف في مكانك بسبب حاجات قديمة انت كنت حاسس بيها غلط. احنا بنبني قناعات تخلينا نقدر نستمر في الحياة وتدينا قوة ان احنا نجتهد وننجح. في نهاية الفيديو ممكن تعملوا لنا لايك، وتعمل لنا شير، وتعمل لنا لايك، وتعمل لنا سبسكرايب، عشان نقدر ننزل جديد وننزل حاجات تعجبكم. ويا ريت تكتبوا لنا الكومنتات على الحاجات اللي عجبتكم والحاجات اللي ما عجبتكوش. ويا رب تكونوا بخير وبقناعات كويسة وجيدة.